3 قتلى و35 جريحا هي حصيلة حادثة سير جديدة وقعت بهذا المحور الطرقي بالمنطقة الفلاحية لأتعميرة بعد اصطدام حافلة للنقل العمومي بسيارة خفيفة كانت تقل عاملات بإحدى الضيعات الفلاحية. ضو هكا هذاك تا نقص فرانه عاود سطام قدامه صافي دخل فيه طوبيس. تقرب غسل الكرواز مايا. عندما اقتربت من ملتقى الطرق لاحظت سيارة خفيفة لم تحترم علامات قيف. حاولت تنبيه سائقها بإشارة الضوء لكنه لم يتوقف فاصطدمت به الحافلة. تقيس الطوبيس يفوق سلفوسي. المصابون في الحادثة توزعوا حسب نوعية الإصابة وخطورتها بين مستشفى الحسن الثاني بأكادير ومستشفى المختار السوسي ببيوغرا. كنا غاديين واحد الفيرما، وقفنا في الموصل، كنوقفوا في الموصل كنتغداو فيها، شويه غاديين في الطريق انا داني شويه النعاس وما عقلت على راسي حتى الناس داروا بيا في الشارع. ما عقلتش حتى ضربنا طوبيس. استقبلنا 35 حالة ديال الجرحى. للأسف كانوا 3 ديال الوفيات في عين المكان، وكانوا عندنا 3 الحالات هنا اللي تم الإرسال ديالهم لمستشفى الحسن الثاني بأكادير لتكملة العلاج ديالهم. كل الحالات الأخرى تم التكفل بها في المستشفى ديالنا ديال بيوغرا. وقد وظفت لعملية نقل المصابين من موقع الحادثة إلى المستشفى 7 سيارات للإسعاف، كما تعزى أسباب الحادثة حسب المعطيات التي استقيناها من عين المكان إلى عدم احترام علامات قيف والسرعة.